السلام عليكم ورحمة الله. مثل ما تشاهدون اليوم حبيت أشارك وياكم طريقتي بعمل اليخني. طبعا أول ما بدينا دبينا اللحم على النار، وهسه فورت الباقلة بهاي الطريقة. راح أسويها نص استاو حتى أضمن أنه هي تستوي. قبل لا تشاهدون الفيديو أتمنى تدعمونا باللايك، وإذا أول مرة تشاهدون قناتي تشتركون بيها وترفعوا لي من القناة بنات. هنا ضفت القليل من الزيت، وضفت البصل، وراح أبدي أحمس بيه. بنات أتمنى يعني تدعمون هاي قناتي، لأن قناتي القديمة انحذفت بطريق الخطأ، وأتمنى هاي تساعدوني بيها حتى تصعد. هنا أنا عندي لية. طبعا أنا اللحم مفورته مثل ما شاهدتوا بالبداية، فطلعنا اللية نحمسها شوية، لأن تعرفون إذا تبقى مسلوقة ما راح يعني تبقى على حطتها، ما راح تعطي ذيك النكهة. هاي مثل ما تشوفون هنا سرعت لكم الفيديو العفو حتى ما يكون ممل عليكم. هنا أنا هسه راح أبدي أحمس باللحم بهاي الطريقة. طبعا هذا الفيديو بنات مو تعليمي، كلكم تعرفون الطبخون وكل من إلى طريقته الخاصة، بس أنا أحب أشارك يعني الطريقة اللي أنا يعني أستفاد منها وتطلع كلش طيبة ويحبوها عائلتي. أحب أشاركها وياكم، وما بيها شي تكتبوا لي أستفاد من عندكم، تكتبوا لي شنو طريقتكم أنتو، فواحدة تستفاد من الثانية. وش حابين فيديوهات أنزل لكم هم يكتبونا، شنو حابين أنزل اكتبوا لي، أو شنو أكثر شي يعني تحبونه. هنا مثل ما تشاهدون حمست اللحم. عندي هذا هنا شبنت مفرز، هم راح أحمسه. طبعا بنات أنا الشبنت دائما أجيب كميات أغسلها وأثرمها وأجمدها، لأن إذا أخليها هيش بالثلاجة راح تتلف وتصير صفرة وما أستفاد من عندها. وتدرون إحنا مو دائما نستخدم يعني الشبنت، فقط ويا الباقلة بهاي الأكلات مثل التمن مثل المرقة. وهنا أنا حمسته نص حمسة، وهسه راح أحمس الباقلة. هنا أنا أبدأ أحمسها على كيفي. مثل ما تشوفون حمسة خفيفة. ضفت لها من المي مال اللحم القليل، كلش قليل يعني مجرد تاخذ النكهات. هنا أنا ما ضفت بهارات، لأن أنا ضايفة بهارات المي اللحم. هنا أنا عندي عصير طماطة ضفته. وهنا أنا ضفت المعجون. راح تقولون ايش عجب ما حمست المعجون. طبعا هي اثنين هن الطريقات ناجحة وطيبة. مرات أنا أسويها هيجي، مرات هيجي يعني مو بهاي المرقة لا، بس اكو مرقات يعني تستوجب تحمسي واكو لا، فاني ضفتها بهاي الطريقة. بنات تركتها لحد ما تفور، وضفت عليها الملح، وصارت مثل المطاعم. وسهمكم العافية.